خلينا نخش في الموضوع على طول. انتي اتفرجتي على كميات فيديوهات للسيلف لاف كتير قوي in order to love yourself عشان تحبي نفسك ويبقى شكل حياتك حلو وشكلك انتي شخصيا حلو. فانتي بتسمعي كلام مثلا influencers عارفة ان شكل حياتهم حلو، فمنطقي انك تاخدي النصايح منهم. اوكي، عملوا فيديوهات love yourself او حبي نفسك. حبيتي نفسك؟ لا. مبسوطة؟ لا. طيب مش فكرة انك بتتفرجي على فيديوهات علشان تبقي حاجة معينة تتفرجي عليها وما بتبقيش الحاجة دي؟ طب يبقى في مشكلة نحلها. ايه رأيك بقى نطلع موضة جديدة؟ حبي نفسك. طب ما تكرهي نفسك، ايه رأيك؟ مش يمكن لما تكرهي نفسك تتظبطي حالك يتعدل بجد؟ لايك متستعجلوش، بالراحة بالراحة. تعصبتوا، هنا في ناس اتعصبت. I can feel you. بالراحة على نفسكم. هديكم مثال، تستغربوش بس مواضيع الأمثلة دي معايا بجد، لأن أنا ببقى مش شاطرة في الحتة دي قوي، معرفش أجيب أمثلة تبقى مش غريبة، لازم تبقى غريبة. أوكي، دلوقتي في حلة أوكي مش نظيفة خلاص، وأنا جيت قلت لها حبي نفسك حبي نفسك حبي نفسك حبي نفسك حبي نفسك حبي نفسك. قعدت يعني اغسل دماغها بانها تحب نفسها. وعايزاكم تفتكروا بقى نوعيه الكلام اللي بتتقال في الفيديوهات اللي بيقولوا فيها الانفلونسرز او الناس حبوا نفسكم. تقبلي نفسك بعيوبك. انتي بتاخدي وقت مثلا طويل في انك تفهمي الحاجه، ده عيب فيكي، عادي تقبليه. مش لازم تبقي بيرفكت، مش عارفه ايه. ففي كلام بيبقى صح، الناس بتترجمه غلط خالص، غلط خالص. علشان كده انتي بتاخدي الكلام بتاع حبي نفسك وتطبقيه وانتي مش مبسوطة، وبتاخدي بالشكليات. حبي نفسك، اعزمي نفسك على فنجان قهوة، شكرا خلصتي نص المرتب في الشهر وانتي مش مبسوطة. اوكي، يعني ايه؟ خلوا بالكوا كوباية القهوة مش دي اللي هتسعدك، الا لو انتي هي فعلا هتسعدك، بس لو انتي فاضية من جوه مش ده اللي هيسعدك. هنا بنيجي للنقطة بقى، نرجع تاني لمثال الحلة. انا دلوقتي قعدت اقول للحلة حبي نفسك، خليكي واثقة في نفسك والكلام ده كله، وهي مش نظيفة. راحت طبعا المثال الحلة ده الناس بتعمل ايه؟ الحلة لما سمعت الكلام ده وهي مش نظيفة، راحت تقبلت نفسها بعدم نظافتها وحبت نفسها وهي مش نظيفة. الحلة دي هل هتعمل أكل حلو وهي مش بتتغسل مثلا؟ الحلة دي يعني زي ما نقول كده مرت بطبقات كتيرة، البني آدم مر بظروف كتيرة، مر بطريقة تربية معينة، بمواقف معينة. خلاص الحاجات دي مترستقة في دماغه أو ترسخت في دماغه. الحاجات دي برضو تكلسات على الحلة. خلاص، فأنا لما أقول لها حبي نفسك، هي خلاص حبت نفسها بعدم نظافتها، وزي ما هي متقبلة نفسها كده ومش هتغيرها. أصل ده عيب فيا إن أنا مش أنضف حلة، ولكن أنا هتقبل نفسي بده. هل الحلة عملت حاجة كويسة يا بنات؟ هل الحلة عملت حاجة كويسة يا بني آدمين، يا أطفال، يا أي حد بيتفرج عليا؟ أكيد لأ، منطقيا لأ. الحلة ما عملتش أحسن قرار في حياتها. ده اللي بيعملوا بني آدمين. مثال، خلينا اديكم مثال دلوقتي. انتوا بذمتكم مش حاسين ان الفيديوهات اللي هي بيبقى فيها نصايح وان بتدي كده empowerment او قوة للبني ادمين بتوصل للاشخاص الغلط؟ يعني مثلا ده برضو نفس فكرة مثال الحلة. انا لو شخص توكسيك راح طلع لي فيديو بيقول حب نفسك بعيوبك، انت مش مضطر تبرر لحد، انت مش لاقي حد يفهمك، انت الناس اللي حواليك هي اللي مش بتفهم، انت اللي على طول صح. انت تروح شايف نفسك الضحية رغم ان انت القاتل. فاهمين ازاي؟ فالناس هنا ايه؟ هتاخد الفيديوهات دي وتترجمها على نفسها، رغم ان هي لا، حضرتك الفيديوهات دي للناس اللي انت ضايقتها مش ليك انت شخصيا. اوكي، ممكن الشخص ده يبقى سلبي، توكسيك، مؤذي، هياخد الكلام ده على نفسه ان هو لا، هي دي فعلا طبيعتي، انا فعلا كده، مش اي حد هيفهمني. فانا عشان احب نفسي وحافظ على راحتي النفسيه وماي بيس اوف مايند وكده، انا هروح اعمل ايه بقى؟ اعمل اللي انا عايزه في الناس ومش اي حد هيفهمني، وانا في اعتقادي خلاص ان مفيش اي حد هيفهمني، وان انا عشان احافظ على سلامتي النفسيه انا لازم اعمل ده.
اعمل اللي يريحني. ما طبعا الاذى بالنسبه له هتبقى حاجه مريحه. اوكي، دي اول حاجه. تاني حاجه، انا دلوقتي بنت معاكي في الجامعه، وهي مثلا خلينا نقول مستواها في المذاكره احسن منك، او مستواها المادي احسن منك، او شكلها احسن منك، فانتي تقومي عامله ايه؟ مضايقاها، حاطها في موقف محرجه، مش عارفه ايه. او طبعا مش انت اللي هتحطيها، ممكن مثلا ايه، انت اللي اتعامل معاكي كده خلاص، فهي هتروح عامله كده لانها امبارح شافت فيديو عن السيلف لاف بيتكلم في حته ان انت لازم تحافظي على سلامتك النفسيه، وان انت يعني مش شرط انك ضحيه قوي، مش هتتقال كده بشكل مباشر قوي، ولكن الفيديوهات دي بيبقى فيها كلام انت بتاخديه على ان انت الضحيه. فهي عشان شافت الفيديو ده، فهي لا، انا لازم احافظ على سلامتي النفسيه وصحتي العقليه، انا اروح اضايق البنت دي عشان هي مش لازم تبقى مبسوطه في حين ان انا مش مبسوطه، عشان هي مش لازم هي تبقى مبسوطه في حين ان انا مش مبسوطه، فانا لازم اضايقها علشان انا ابقى مبسوطه، وهنا اكون حافظت على سلامتي النفسيه عشان الفيديو بتاع السيلف لاف فاتني. ده كده مش سيلف لاف، او الكلام مش موجه ليك. فهنا نفس فكره طريقه الحله اللي حبت نفسها وهي مش مثلا نظيفه. تاني حاجه، للناس بقى اللي هي سوية نفسيا عادي، احنا اول جزء الفيديو ده الناس التوكسيك او المؤذية او اللي هي الغلط خالص، اللي هي تاخد الكلام قال يعني هي الضحية وهي مش الضحية، هي الكيلر. النوع التاني اللي هي الناس الطيبة وكويسة وكل حاجة، برضو نفس مثال الحلة، ولكن هناخد عدم النظافة بتاعة الحلة ان هي فيها عيوب لازم نتخلص منها. يعني ما ينفعش تبقي طيبه وعلى نياتك، وعفوا في الكلمه بتتغفلي كتير او بتتغفل كتير. الكلام لكلا الجنسين خلاص منطقي، يعني قصدي الكلام لكلا الجنسين، بس طبيعي ان انا غصب عني عشان متعوده بزود تاء التانيث، معلش. فانتي ما ينفعش يبقى فيكي عيوب المفروض تتغير وتكملي حياتك وهي فيها، وهي فيكي. امال مين اللي هيغيرها؟ امال انت فاكره السيلف لاف عباره عن ايه؟ حلو قوي. انت فاكره السيلف لاف عباره عن انت بتلقطي الفيجوالز اكتر من الكلام. يعني لما تتفرجي مثلا على فيديو على اليوتيوب بيتكلم عن السيلف لاف مثلا تلت ساعه، مش هيأثر فيكي قد ما تشوفي فيديو تيك توك 15 ثانيه مثلا مكتوب على الفيديو كده self love او it girl او that girl، ماشي، والفيديو تيك توك ده عبارة عن الروتين بتاعها. هي صحت الصبح مثلا شربت ماتشا، وبعد كده راحت البيلاتس، وبعد كده راحت تخرج مع صحابها، وبعد كده اتغدت بره، وبعد كده راحت السينما، وبعد كده راحت مش عارفة تعمل ايه. ده اللي هيأثر فيك اكتر من الكلام بتاع اليوتيوب تلت ساعة، رغم ان هو ده الافيد، هو بيقولك المفروض تعملي ايه. في فرق يا حلوين ما بين ان انا اعرف احب نفسي، وان انا لما احب نفسي ابدأ اعمل ايه. انتي بتسبقي دي بخطوة، يعني انتي المفروض تعرفي عشان تحبي نفسك المفروض تفكري ازاي، ايه العادات اللي تقلعي عنها، وايه العادات اللي انتي تتبنيها خلاص. لكن هي عشان حبت نفسها وعدت بكل الحاجات دي كلها، بدأ الروتين بتاعها تبقى هي انها فعلا تحب الماتش، تبدأ ان هي فعلا تاكل اكل صحي، تبدأ فعلا ان هي تروح الرياضة، تبدأ فعلا انها تحب نفسها وتعرف تخرج مع نفسها وتعمل حاجات. فكرة انها بقت financially independent. لو تاخدوا بالكم قلت لكم صحيت تشرب ماتشا، جايبه ماتشا، الماتشا غاليه، طلبت كوفي من بره، كوفي من بره غاليه، يعني داخلها في حوالي 150 جنيه في كوبايه القهوه. امال في الشهر لو طلبتي كل يوم في لمده شهر ان كنتش بتشربي مره واحده هتبقى كام؟ خلينا نحسبها. ماشي، 150. اوكي، 150 لو كنت طلبتي قهوة كل يوم لمدة اسبوع 1050 جنيه. 1050 جنيه 1050 جنيه. طب حلو قوي، 1050 جنيه في الشهر في 4 2000 ايه، 4200 جنيه. انتي بتقبضي كام بقى؟ ها، بتقبضي كام؟ فانتي ما ينفعش، يا نهار ابيض على الكارثه، 4200 جنيه يعني غير المواصلات، غير الاكل اللي بتطلبيه في الشغل مثلا. هلو، عشان كده سألتك السؤال في الاول، بعد ما عملتي الحاجات دي كلها انتي مبسوطه؟ لا، لا، يعني طبعا لمعظم الناس او لبعض الناس مش الكل، لان انتي ما ينفعش يبقى عندك، يعني ابسط حاجه الحل عشان تحب نفسها لازم تنضف الاول، لازم تتغسل الاول، وبعد كده تبدأ تحب نفسها، وبعد كده نبدأ نطبخ فيها مثلا طبخات عالمية.
فانتي المفروض نتخلص من كل مثلا العيوب اللي فيكي، وبعدين نبدأ نشتغل على نفسنا، وبعد كده نبدأ نعمل الحاجات اللي انتي بتشوفيها في الفيديوهات. لكن مش تنطي من كل الحاجات دي وتبدأي تعملي كده. طب انتي بتعملي كده ليه؟ ليه تستاهلي الحاجات دي؟ يعني مثلا لما انتي دلوقتي يبقى عندك عيوب في شخصيتك اللي هي مثلا التكلسات اللي في الحلة، خلاص، وبعد كده تروحي تحبي نفسك على ايه؟ انتي عملتي ايه؟ انتي لحقتي عملتي عشان تحبي نفسك؟ جماعة اللي بيحب نفسه ده on a deep، مش deep level كمان، لا الريل level، اللي هو المستوى الحقيقي، يعني الحتة المنطقية اللي احنا بنتكلم فيها. حضرتك اللي بيحب نفسه ده مجرد ما بيحس ان هو في مكان مش متقدر فيه بيقوم بيمشي، الناس دي مش هتشوف وشي تاني. تاني حاجة، اللي بيحب نفسه ده بيحس بالبني ادمين اللي حواليه، فيعرف مين اللي يكمل معاهم ومين اللي ما يكملش معاهم، يضحك عليه من الناس ومبسوط بالحاجات دي. يعني بجد بشوف بوستس على الفيسبوك، انا اقلعت عن الفيسبوك اصلا، بس يعني بيتقال بما معناه يعني على فيديوهات التيك توك بغرض الضحك. يعني انتوا كمان عملتوا من التهزيء نكتة، ان انا مثلا اشوف حد فيه عيوب الدنيا والاخره واقول هو ده، ويحطوا مثلا على ساوند، على يستخدموا ساوندز تيك توك اللي هو ايه، ما فيهوش غلطة بتاع هند صبري، ويروحوا كاتبين مثلا ان الشخص ده توكسيك وفيه العيوب بالدنيا والاخره، وان واحد ربنا ما كتبوش ليا، وانتي بكل ذكاء يا ربي ما فيهوش غلطه، هو ده اللي انا عايزاه. فانتي حاولتي التهزيء بجد. فانتي ببساطه عملتي من نفسك نكته، عملتي من التهزيء حاجه تضحك، الاهانه بشكل غير مباشر حاجه تضحك. فكل دي حاجات بتبني في شخصيتك، بتبني حاجات. فما ينفعش في الاخر تقولي لي انا فعلا استاهل ان انا اصرف فلوس كتير بقى واخرج وانبسط. طب ما فين السيلف لاف اصلا؟ انتي ايه الصفات اللي بتتصفي بيها دي؟ يعني ليه؟ يعني عارفه لو الحاجه دي هنهزر فيها مثلا انتي واصحابك، لكن مش اماما على الملأ، لا يعني دي مش من صفات حد سيجما او كاريزماتيك او عنده شخصيه او مميز او عنده هاله مميزه. عمر ما يبقى حد بيحترم نفسه تلاقيه بيعمل النكته دي، او يتريق على نفسه بالطريقه دي، او يطلع عيوب امام الملأ بغرض انه بيهزر. لا 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 لا، الشخص السيجما او الكاريزما عمره ما يخلي من نفسه نكتة مقابل ان هو يضحك الناس عليا. دي من الحاجات اللي المفروض تتخلصي منها. ففي حاجات كده المفروض لما تيجي تعمليها عندك عقلك كده يرن، وقلبك كده يحسسك انه لا، مش ده الكلام المفروض نطلع نتكلم فيه. لا روحك مثلا تقولك مش دي الصورة اللي احنا عايزين نبرز بيها امام الناس خالص. مش ده مش احنا، ما تعمليش كده. يعني حتى لو انت ما عندكيش سوشيال ميديا، ابسط حاجة ما تهزريش الهزار ده مثلا مع صحابك، او مش مع اي حد، مع اختك مثلا، اقرب حد ليكي. يا اما ما تهزريش مع ده خالص، كل واحد والانتويشن او الحدث بتاعه بيقول له ايه المفروض تعمل كده او ما تعملش كده، ويفضل طبعا انك ما تعملش كده خالص. نرجع للنقطة تاني. طيب self love هو انت اصلا عشان خدتيه بطريقة غلط فمش هينفع معاكي. فنرجع تاني، السيلف لاف عشان توصلي له خلاص. والسيلف لاف ده مش خروجات كافيهات، مش خروجات نشرب او كوفي وماتشا وناكل بيجلز. هو ايه ده اصلا؟ بس ما علينا، ده مش السيلف لاف. دي مش دي الحاجات اللي بتعمليها عشان توصلي للسيلف لاف، لا، هي دي الحاجات اللي بتعمليها علشان انتي بدأتي تحبي نفسك. انا استاهل ده. وممكن اصلا بعد ما تحبي نفسك وتستكشفي نفسك خلاص، مش دي الحاجات اللي تبسطني اصلا. تروحي الحاجات فعلا بعد ما تكتشفي نفسك. يعني يعني انا مش هبالغ لو قلتلك زي ما قلت الفيديو اللي فات، ذاكري نفسك. يعني انتي في مرحلة التعرف على الذات دي، وانك تبني نفسك وشخصيتك، لازم هتذاكري نفسك بجد. انا مش ببالغ لو قلتلك ذاكري نفسك فعلا، تستكشفي نفسك من اول وجديد. فانتي لما تحبي نفسك ممكن تعرفي ايه ده صح. لا، هي مش دي الحاجات اللي تبسطني اصلا. لا، انا الحاجات اللي تبسطني حاجات فيها حركة اكتر، اسافر، اكتشف، اتعامل مع ناس جديدة، اكتشف اماكن جديدة. مش اقعد مع صحابي مثلا على الكافيه، او مثلا انت ممكن لما تحبي نفسك تغيري صحابك اصلا. انت واخده الفكره انه خلاص انت بتغيري، تعملي شفت المايند سيت بتاعتك. فانت منطقي مش لاقيه كلام، خلاص نفس الكلام اللي انت كنتي بتتكلميه مع صحابك مش هينفع ترجعي تقوليه تاني، عشان انت عملتي شفت المايند سيت بتاعتك. فانت لازم تعملي شفت للفريندز بتوعك. فاهمه ازاي؟ لان خلاص الحاجات اللي بقت مشتركه ما بينكم انت اتغيرتي. اوكي،
بس طبعا مش اتغيرتي فتقلبي عليهم وتقطعي علاقتك بيهم، لا خالص. هي الموضوع بيبقى بيجي لوحده، بيجي بالسنس بتاعه. يعني مش هقولك اعملي 1 2 3، ما بيجيش كده. اوكي، بتتحس شويه شويه، الدنيا بتتغير. فاهمين؟ يعني في اكيد بعدتي عن صحابك او قربتي من صحاب تانيين من غير ما تحسبيها، ولقيتي الموضوع مشي عادي. ففي حاجات بتبقى كده من غير ما انا احسبها اعمل ايه، قولي لي 1 2 3، مش كده. اوكي، فنعمل ريكاب تاني. السيلف لاف في ناس بتعمل ايه؟ بتبقى مثلا هي توكسيك وتاخد الكلام عليها، لو انت كده ما تعمليش كده، الكلام مش موجه ليكي. يا اما الناس التانية اللي هي بتعمل الحاجات اللي هي الخروجات بقى، ونصرف كتير وناكل ونخرج ونجرب ومش عارفه ايه، وده مش من خطوات السيلف لاف. ده اللي بيحصل بعد ما بتحبي نفسك. بتلاقي خلاص انا استاهل ان انا ادلع نفسي واخرج وانبسط واشتري وما احرمش نفسي من حاجه. لكن ما تسيبيش الحاجات ان انت تغيري وتعرفي نفسك وتشوفي اللي المفروض تغيري في نفسك وتبني ثقتك بنفسك. تعرفي انك تعملي ايه وما بتعمليش ايه، تتحطي في مواقف كتيره، تفهمي نفسك، تفهمي الناس، يبقى عندك خبره في مجال معين عشان تحسي نفسك فيه. لازم تحسي نفسك في حاجه. فبالتالي لما بتوصلي للحاجات دي كلها بتبداي تشربي ماتش بقى وتخرجي وتعملي اللي انت عايزاه، تاكلي باجل. تعبانه قوي، انا مكتئبه ومش عارفه ايه، رغم ان الاكتئاب ده مرض صعب قوي. انا مش فاهمه اي حد بيبقى مقموص بيقول على نفسه مكتئب. بس ما علينا. فانا مكتئبه قوي مش عارفه ايه، لا انا لازم اجيب لنفسي ده، وهبقى انا كده كده هعاني اخر الشهر. وتقوليها نرجع تاني لنفس النقطه، اللي هو كانك بتهزئي نفسك بطريقه غير مباشره. ما ينفعش تكلمي نفسك كده. you're not sigma من الاخر. فكره ان انتي بتصرفي فجاه وتعاني اخر الشهر دي برضو problem. المفروض كده في لمبه بتنور احمر، او عندك احساس بيقولك يبقى هنا في مشكله. يا اما تزودي دخلك، ما تجيبيش الحاجات دي كلها. فما تضحكيش على نفسك ان ده سيلف لاف. واتمنى لما تستكشفي نفسك وتذاكريها وتعرفي انتي بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، يكون ليكي اهداف عميقه. صدقيني هيكون ليكي اهداف عميقه، مش اللي هو انبساطك يكمن في كوبايه قهوه وباتيه او مخبوزات او بيجل من بره. ماشي، ممكن دي ممكن تكون حاجه تبسطك عادي جدا، ولكن ايه، حب الموضوع يبقى عميق شويه. حلو قوي. ايه جمله بقى تكرهي نفسك اللي انتي قلتيها يا منى في الاول دي؟ انتي مصحصحة معايا، حلوة قوي. هي في ناس بتتغير لما بتحب نفسها وتحس ان هو لا انا استاهل، وفي ناس بتتغير 180 درجة لما بتكره نفسها فبتقول انا عايزة اتغير. صح ولا لا؟ عشان بس الناس اللي استغربت يعني يكره نفسي، شفتوا بتفهموها غلط. اذا كنتوا فهمتوا السيلف لاف غلط هتفهموا اللي هي اللي انت تكرهوا نفسكم صح ازاي خالص. ف صحيح. يعني انا هخليكم دلوقتي تردوا عليا، انتوا اللي هتردوا. هي البنات لما بتصاحب او بتتجوز وبعد كده بتتخان او بيحصل اي حاجة، مش لما بتسيبه بتبقى احسن من الاول؟ بسبب احساس ايه؟ كره. انا ازاي قبلت على نفسي كده، انا ازاي ومش عارفة ايه. تبقى لا انا عايزة اغير جلدي خلاص. تاني حاجة، مش في ناس لما بتبقى فقيرة وبتتحط في كذا موقف يجي موقف مثلا اللي هو ايه، خلاص انا كل ده كان مكتوم جوايا، انا مش هقدر استحمل اكتر من ده، فتبقى كارهه الحال اللي هي فيه، فلا انا هتغير من كتر لا انا مش هقبل كده على نفسي، انا مش ده. I'm not meant to be like this or I'm not meant to live like this. فبيبدأ يغير نفسه بسبب ايه؟ حبه للحاجة؟ لا كرهه ليها، هو مش عايز يحط نفسه هنا فبيتغير. سواء بقى مشاعر كره، انتقام، اثبات للذات بيبقى شغال وهو مش شايف قدامه. فهنا بيبقى الحركة والشغف اقوى بكتير. بتفرق لبعض الناس، يعني انتي لو مش متفقة مش مشكلة، انتي مختلفة، لكن بعض الناس بتبقى قوي. اوكي، ففي ناس تاخد الموضوع انها تتغير بشكل كيوت ولطيف خالص، لا انا لازم احب نفسي، انا لازم اعمل 1 2 3. وفي ناس اللي هو no I'm not meant for this مش عارفة ايه. يعني انا بتخيل جيسون ستيثم في دماغي وهو بيحاول يغير جلده مثلا، او ذا روك. يعني ذا روك من الناس اللي كانت فقيرة قبل ما تتشهر. ففي طريقتين، تحبي نفسك، انا هصحى من النوم بكرة هشترك في كورسات، هاخد منح مش عارفة ايه، اوكي، بموضوع لطيف واصلا حياتك ايه يعني طبيعية الحمد لله. في ناس بقى اللي حياتها صعبة ومثلا في فقر محتم ومش عارفة ايه، او كانت بتتعامل بشكل سلبي جدا وسيء قوي من الناس، بتبقى لا
بتبقى كارهة. في طريقتين، self love and hatred. انت تخرجي وتصرفي فلوس كتير براحتك وتشتري حاجات وهدوم من براندات عالمية وتسافري ومن غير ما تبصي في السعر والحاجات دي كلها، لما تشتغل على نفسك. مش اللي هو في خروجتين 3 علشان في الاخر تتزني اخر الشهر. لا، طالما اتزنقتي واتحطيتي في موقف مش حباه، يعني محدش يحب ان هو يتزنق اخر الشهر، يبقى هنا المفروض تعودي دماغك في حاجه ترن، في لمبه حمراء تنور، في انذار خطر، دي مشكله لازم نحلها. مش اللي هو نضحك على نفسنا ونقول معلش، مش بيقولوا معلش، مش عايزه اعرف بيقولوا ايه، بس يعني حاجه بيتريقوا على نفسهم بشكل غير مباشر. انتوا اكيد عارفين كلنا عايشين في منطقه واحده. ما تتريقيش على نفسك بشكل مباشر، ذاكري نفسك. لو قلت لك ذاكري نفسك فمش هكون بجد ببالغ. يعني في كشكول هناك بس انا مش قادره اجيبه، كبير قوي 100 صفحه، مجلد يعتبر. ايام ما كانت الدنيا لسه بخير يا جماعه، كان الكشكول السلك الكبير ده ب25 جنيه، 100 ورقه. تفكرونيش. مش عارفه ليه حاسه ان انا متضايقه شويه وانا بصور الفيديو ده، لان انا صورته قبل كده بس اكتشفت ان الصوت ما كانش واصل. زعلت قوي، حسيت ان انا قلت كلام في الفيديو الاولاني احلى من ده، بس عامه يعني لو افتكرته هبقى اصوره في فيديو تاني. شكرا لحسن الاستماع واشوفكم في فيديو تاني.